السلام عليكم خياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وجمعة مباركة عليكم جميعا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم جبت لكم هذه الوصفة اللي بزاف بنينة وشكلها تحفة. كما راكم تشوفوا غير بمكونات بسيطة رايحين تتحصلوا على هذه الوصفة الرائعة اللي توالم للأعياد ولا الأفراح. نروح نشوفوا الطريقة والمقادير. إذا خياتي بسم الله وعلى بركة الله نبداو في الوصفة نتاعنا. عندي 125 غرام مارغرين طرية، 50 غرام سكر ناعم بمثابة 2 مغارف كبار، عندي رشة ملح، مغرف صغيرة لافاني. حطيت هذه المكونات كامل في الإناء اللي نخدمو فيه ونخدموهم مليح حتى الخليط نتاعنا يرجع كريمي. في هذه المرحلة راح نضيف ربع كاس تاع لاتاي أو فنجان تاع قهوة كحلة، ربع زيت بمثابة 3 مغارف كبار. نفرغ هذيك الزيت ونكمل في الخلط حتى يندمجوا لنا هذوك المكونات في بعضها. بعدها خياتي عندي حبة بيض كاملة نزيد نضيفها ونزيد نكمل في الخلط. طبعا تقدروا تستعملوا الباتور. عندي هنا 2 مغارف ما يكونوش معمرين مليح، ما يكونوش بومبي نتاع حلوة الترك مفتة، مع 2 مغارف كاوكاو محمص ومرحي رقيق يكون محمص مليح. تقدروا في مكان الكاوكاو تحطوا قفريط بذوق الشوكولا، ترحوه وتضيفوا منه 2 مغارف كبار. نخلطوا هذيك المكونات مليح كما راكم تشوفوا. هكذا نحاولوا هذيك الحلوة الترك نفتتوها مليح بيدنا. بعدها خياتي نبدا نحط في الفارينة كما راكم تشوفوا. في الاول نحطوا كميه قليله، نحطوا معها ربع ملعقه صغيره خميره الحلويات. هيديك ما نكتروش الخميره بزاف كما راكم تشوفوا. بعدها نبدا نطم. لازم نتحصل على عجينه تكون طريه، ما تلصقش في اليدين. هذا هو القوام تاع العجينه تاعنا اللي تحصلنا عليها كما راكم تشوفوا. خلوها شويه طريه باش الوصفه تاعكم تجيكم طريه وتجيكم تذوب في الفم. راح نستعمل هذا المول السيليكون تاع كيكات اللي فيه 6 قطع. اللي عندكم تاع 8 يعني كيف تقدروا تخدموا به. ناخذ كميه من العجينه كما شفتوا، نروليها بين يدي ونحطها لداخل المول ونبدا نضغط هكذا باش تعطيني الشكل تاع المول. هكذا خياتي. هذاك الثقب طبعا ما نغطوهش، نخلوه مفتوح. تحبوا توزنوا العجينه تاعكم وتخدموا بها تقدروا توزنوا تسيو كميه توزنوها تخدموا بها، من بعد تعاودوا توزنوا كامل القطع نتاعكم وتخدموا باش تجيكم العملية سهلة. بعد ما نكملوا نحطوهم بهذا الشكل في سنيوة وندخلوهم يطيبوا في فرن مسخن مسبقا. نشعلوا لهم من التحت كي يتحمروا من التحت، نزيدوا نشعلوا لهم من الفوق كي ياخذوا يعني اللون الذهبي. نحوهم نخلوهم يبردوا مليح باش نحوهم من مول السيليكون كما راكم تشوفوا. شوفوا هذاك اللون اللي خداوه تاع طيب، يعني خلوهم يطيبوا مليح، ما تخلوهمش بيوضة. قد ما خليتوهم يطيبوا مليح راح يجيكم بنان. عندي للتزيين هنايا كمية من كاوكاو محمص ومرح رقيق، كمية من قفريط مرح رقيق، قفريط تحبوا ديروا ذوق الشوكولا تحبوا ديروا ذوق الفاني، مع كمية من حلوى الترك حطيتها في المجمد كي جمدت. وسيتها بسكرفاج وخلطتها معاهم. هذاك الخليط إذا فيه الكاوكاو حلوى الترك والقفريط. تقدروا تستغناو على القفريط إذا ما عندكمش، تقدروا تستغناو على الكاوكاو ديروا غير القفريط وحلوى الترك، يعني تقدروا ما ديروهمش في 3 قصدي. اذا ندهن الحبات هاي بالمعجون اللي يكون خففته شويه. تحبوا بالماء ولا ما زهر، اذا كان عقد اذا كان جاري تخدموا به هكذا، باسكو كاين معجون اللي من ذاك يجينا يابس القوام تاعو ما يكونش جاري. بعد ما مسحت الحبة كامل بالمعجون نغطيها بهذاك الخليط اللي قلت لكم عليه نتاع حلوى الترك والقفريط والكاوكاو. هكذا نحاولوا نغطوها مليح مليح.
نزيدو حبة مع بعض على السريع كما راكم تشوفوا. نمسحوا الحبة تاعنا مليح بالمعجون من كل الجوانب وفي الوسط كما راكم تشوفوا هكذا، باش هذاك الخليط نتاع الكاوكاو يدخل في الوسط وما يبان لكمش، يعني ما تبان لكمش العجينة، تبان الحبة كومبلي مغطية. بعد ما نكملو نجيبو هنا انصاف من الفستق او البيستاش كما راكم تشوفوا. حابه نقسموها على زوج ونزينو بها هكذا. نحطو نصف حبه ونزيدو النصف الاخر قدامه كما راكم تشوفوا. نضغطو هكذا عليهم شويه باش يلصقوا لنا، باش يدخلوا في هذاك الكاوكاو والحلوى الترك والمعجون ويشدوا روحهم فيه كما راني نضغط كما راكم تشوفوا. وطريقة التزيين اختيارية، كل واحد كيفاش يحب يزين الكاطو نتاعو. انا عطيت لكم الاقتراح وانتم تقدروا ديروا كما حبيتوا. بعد ما نكمل نجيب شوية سكر ناعم في صفاية ونرشهم من الفوق كامل، راح يزيد لهم في المظهر، يعني راح يعطيهم منظر بزاف شباب. غير ابان برك ما نكتروش السكر الناعم. وبعد ما كملنا خياتي حطيناهم في الكيسات والأورغانزا كما راكم تشوفوا شكلهم خرج تحفة. وكما شفتوا مكونات اقتصادية، يعني تقدروا ديروها بكل سهولة، ما فيهاش صعوبات وما فيهاش تعقيدات، سهلة التحضير، يعني تم توجدوها طوال من الأعياد. هاد الوصفة بزاف 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 عندها الكو تاع العيد. راح نقسم معكم قطعة هنا باش تشوفوا كيما عاودتكم المصداقية تاع الوصفات نتاوعي. البنان والطرايا واللي يجو دايما يذوبوا في الفم، والتجربة يعني خير دليل، والصور راهي قدامكم يعني راهي تعبر عن نفسها. شوفوا معايا يعني صدقوني بنة وطراوة ما شاء الله. الوصفة هذه ننصحكم باش تحتفظوا بها للعيد، لأنه اللي راح يذوقها عندكم راح يطلب الوصفة. بزاف 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 بنينة. خياتي ما تنساوش تدعموا القناة والفيديو باللايك وبارطاجيو هكذا باش تعمل الفائدة، وهكذا باش القناة تكبر بيكم إن شاء الله. وسلام، نلتقي في وصفة قادمة إن شاء الله.